المكتب اليوناني، بونوي بالفرنساوي، عايز انام. خليني اخت حبيبي. حبيبي بص، وانا اقول لك تعالي، عايزك. انا تحت امرك حبيبي. لا ما تفهمينيش غلط، ما تفهمينيش غلط. انا عايز اوريكي حاجه، ممكن؟ اوريكي حاجه. ثابت كده وخليكي حلوه جميله زي ما انت. بصي، انت اسمك ايه؟ اسمي ماريكا. ماريكا. بصي يا ست ماريكا، ركزي مع الصوره مش معايا. ده انا وانا صغير. انت لسه صغير حبيبي. الله لا يسيئك، الله لا يسيئك، الله لا يسيئك. تركزي معايا كويس. بصي، يا اله الا الله. بصي اللي جنبي ده راجل يوناني بلدياتك في سنك تقريبا، اسمه خريستو تاليس. اسمه ايه؟ خريستو تاليس. كان عنده مراكب وغني جدا، وجاي هنا عايش في اليونان. تسمعي عنه؟ لا مش اعرفه. مش هعرفه. ما عنوان بتاعه؟ معايا عنوان. ثبتي ايدك كده، الله يسيك. ايوه ده عنوان. بكره الصبح هسأل عليك. شكر. تشرب ايه على العشاء حبيبي؟ ولا اي حاجه، انا بس عايز انام. تصبحي على خير. كلي نختها، كلي نختها. كلي نخت حبيبي، كلي نخت حبيبي، كلي نخت. يا خبر ابيض، بقول بختك في اليونان يا حنف تبقى امريكا. ده ايه البدايه المبشره دي؟ ربي. الله، بدايه مبشره. حبيبي اصحى، كالسبيرا. انت نومك تقيل قوي. اصحى بقى يا جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تخافش، انا ماريكا. ده انا لازم اخاف يا مليكة. انت عايزه ايه دلوقتي؟ لا انا عايز مصلحتك حبيبي. يا ستي ده انت في مقام ولد. حرام عليكي، حرام. عايزه ايه؟ انا تعبت كتير علشان اجيب عنوان اللي انت تسأل عليه. ده انت ليكي مكافأة عندي. بجد؟ لا ما تفهمينيش غلط. قولي لي دلوقتي، العنوان ده اللي انت لقيتيه قريب ولا بعيد؟ الراجل عايش زي كده ومثبت في الدنيا ولا ايه؟ لا انت اسئله ايه ده؟ انا تعبت كتير علشان اخدم انت. انا عارف عشان كده انا لازم اقدرك. ازاي حبيبي؟ بالفلوس. قولي لي بقى، العنوان فين؟ الله يرحمه ويحسن اليه، كان من احسن الناس. الله يرحمه. الحقيقة هو كانت روحه في مصر، واحنا في مصر برضه كنا بنعتبره واحد مننا. طبعا.
تحت امرك. في الحقيقة أنا يعني كان الوالد حبيبي وكان في بينا شغل، ولما ساب مصر أنا اللي اشتريت منه المركب. أكيد حكى لك عني. حكالي. الحقيقه اللي اعرفه انه كان بيعزك قوي. وده اللي شجعني أجي من مصر عليك. خير. في الحقيقة أنا عندي خبرة في مجال الشحن والمراكب. عظيم. احنا طبعا ممكن نتعاون لو في مصلحه مشتركه. خطوطك الملاحيه بين فين وفين بالظبط؟ في الحقيقة أنا يعني حصلت لي ظروف في مصر خسرت فيها كل فلوسي، وقلت أجي للوالد هنا يعني يساعدني إن أنا ابتدي من جديد وأقف على رجليا تاني. هو عارف قد إيه أنا راجل عملي وقد إيه أنا ملتزم. طبعا انا يسعدني ان اساعدك، بس الحقيقه مش عارف اساعدك ازاي. مطلوب ايه؟ يعني لو في أي شغل. انت قلت لي انت عندك خبره في مجال الشحن والمراكب. أيوة، خبرة كبيرة قوي. تحب تشتغل عندي؟ أحب طبعا. بس اعمل حسابك، هتبتدي من اول السلم. يلا بسرعة شوية بسرعة شوية. انت يا مصري قدامك وقت كتير قوي عبال ما تتمرن، انت بطيء كتير قوي. عارف ليه؟ ليه يا خبير؟ عشان البضاعة البلك دي يبقى لها طريقة في التحزين، ما تبقاش سايبة كده، ودي غلطة من المنشأ وعماله. ابقى روح قول لهم الكلام ده في البرازيل عشان البضاعة جاية من هناك. انتوا كده يا مصريين كلام كتير وشغل مفيش. انا دلوقتي عايز شغل بسرعة شوية. اخص عليك يا زمن. لا 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 يا ابو حنف، اوعى تفكر كده. هتتعب يا ابويا، هتتعب. صبر. حاضر يا منوي. بتعمل ايه يا ياني؟ اصله تقيل. طب مخصوم منك اجرة يوم بحاله يا ياني يا تقيل. بالراحة يا منوي، بالراحة. بص يا ابني، اللي علمك التحليل ده حمار، حمار ما بيفهمش. نعم، وانت دخلك ايه؟ بص، العزم كده يتضرب منك، يتضرب منك الفرفة زي ما انت شفت. لكن لما تاخد الهوب تاخد الارض كده لف شد معاك بالراحة. وريني كده كده بالراحة. حبيبي بقى بالراحة، دي بالراحة. شوف يلا. برافو عليك يا محمود. مستر اندريا، افخارستو. نورت الرصيف يا اندريا. انت هتقف تتفرج علينا؟ يلا روح شوف شغلك. جرالك ايه يا منولي؟ ازاي تشغل راجل في السن ده وبالخبره دي تشغله شيال؟ لازم يبتدي من الاول يا اندريا، ده كلامك. لا، انا حكيت لك اصله وفصله. وبعدين ده راجل مهم جدا، ده كان يعرف الراجل الكبير. لازم اشد عليه في الاول. لا، مش هتشد عليه ومش هيشتغل شيال. امال هيشتغل ايه يا اندريا؟ هيشتغل كاتب عد وحصر. وقسطنطين يروح المخازن. بس مفيش بس، اوامر تتنفذ، مفهوم؟ انا في المكتب. محمود، انا متشكر قوي على اللي عملته معايا. عليها يعني الناس لبعضيها. محمود، انت ساكن فين؟ انا والله نازل في اوتيل صغير كده يعني على ما اسم. طب وليه اوتيل؟ شقه ارخص كتير. والله فكره، ايدي على كتفك. يا سلام يا سلام يا حنف يا عزيز عيني.